السلام عليكم يا أغلى متتبعات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معكم قناتي المتنوعة أم رحمة. اليوم حندير معكم الشخشوخة تاع السيار اللي طلبوها مني كثير من المتتبعات. اليوم راح نديرها معكم. أول حاجة أخواتي، حضروا السميد يكون متوسط أو يكون رطب. من الأحسن كذلك يكون رطب باش عملية العجن تجيكم سهلة. الكمية كما تحبوا الكمية نتوما. هنا ضفت الملح باش يجي ذوق العجين مش صامد. تخلطوا هكذا وتجيبوا الماء من الحنفية تبلوها بشوية هكا. سورتو المبتدئات هذا الفيديو خصيصا لهم، يعني كيف تبلوها، كيف تعجنوها، كيف تطرحوها، كيف تطيبوها، كل شيء. نخلط بشويه. هاد الشخشوخه كذلك تقدروا ديروها كيما الشخشوخه تاع الضفر بالمرقه واللحم ولا بالخضره ولا ثاني تجي هايله. لكن لازمكم تصفيوها بالصيار، يعني هذاك الدقداق الرقيق هذاك تصيروها منه مليح مليح باش تقدروا تستعملوها في المرقه. لكن في الشخشوخه تاع الفول تقدروا ديروها هكا كامله بها بالغبار تاعها. تبلوه بشويه هكذا وتلموا بالعقل، يعني الكمية تاع الماء بالعقل، بلي وشوفي بلي وشوفي باش يكون السمك تاعها مليح. السمك لهنا يكون ما هو طري ما هو يابس بزاف، يكون متوسط. هكذا تلمي، يعني دخليها في بعضها مليح مليح. انا هنا درتها في الليل. هذا هو السمك كما راكم تشوفوا، درتها في الليل باش غدوة الصباح نلقاها يعني واجدة، ما نبقاش نبل تلموها. هي اسهل من تاع الضفر. هذه تقدروا في نهار ديروا كمية كبيرة. الديفو تاعها بك اللي فيها تخرج شوية الدقداق هذاك تخرجوا. هنا نقسموها ونحطوها في كيس بلاستيكي وتبيتوها في بلاصة باردة، مش تكون بلاصة سخونة. مثلا لعاد الحر بزاف حطوها في الفريجيدار الثلاجة، ولكن عاد كيما دوك الوقت شوية البرود تقدروا تحطوها في مكان بارد وخلاص. انا هنا يعني من بعد عجنتها في البيترا بيسك شويه يعني مريضه. عندي لاكتوز ما نقدرش نعجن يعني العجين بيديا. عجنتها بعد في الليل وحطيتها في كيس بلاستيكي، والصباح راني قاعده نعطيلكم هنا فقط كيفيه العجن. ما تقطعوش العجين تاع الشخشوخه هكا باك تليدو كيما نقولوا حنا في قسنطينه نليدوها هكذا بهذا الطريقه. علاه قلتلكم بيتوها ولا خليوها مده بيسك ترطاب لكم وتجيكم اللي ما عندهمش بيتخا تجيهم سهله للعجن. هكذا تبقاو بهذا الطريقه حتى تتعجن مليح، يعني تلقاوها رطبه. سمحوا لي على رداءة الصورة بيسك الهاتف تاعي الاضاءه تاعو رديئه شويه. المهم تكون شويه واضحه. هنايا من بعد ما لميتها عجنتها ولميتها تقطعوها كويرات صغيره وتبداو تكوروهم كيما الطريقه تاع الكسره هكذا. هاني يعني سرعت شويه الفيديو، لكن الطريقه راهي واضحه. وتحطوا في كيس بلاستيكي هذوك الكويرات باش يرتاحوا، يعني على الاقل نص ساعه ساعه. على قد ما يرتاحوا تجيكم الطريحه تاع الشخشوخه سهله. هكذا الثانيه. والمبتدئات يديروا كمية قليلة تاع الشخشوخة باش يتعلموا فقط، ونهار يشطاروا يعودوا يديروا كميات كبيرة هكذا. نكمل الكويرات الاخرين ونرجع لاخواتي. هنا من بعد ما ريحت تجيبوا شويه فرينه، ما ديروش نشا، فرينه فقط. تحطوا قطعه من القماش وتطرحوا عليها بسك الفرينه تسهل لكم عمليه الطرح كي تطرحوها، بسك العجين راهو يلصق في
في القماش. هاي شوف كيما راكم تشوف الصورة، يعني ساهلة، هاي تتحليه ليه. بورطون السميد تاعي اللي درتو يعجن بزاف. هنا بناتي يعاونوا فيا، كل وحده حاكمه قرصه وتطرح فيها. نزيد معاكم هنايا الثانيه، وتوجدوا ازار ولا قماش كبير هكا، وتحطوا كل قرصه اللي توجدوها تحطوها، توجدوا كميه كبيره. لكن لا كان عندكم اللي يطرح لكم بزاف، يعني 3 عباد ولا 4، تقدروا تحطوا الطاجين اللي وجدوها طيبوها بعد وتحكوها في السيار. ولي تكون وحدها لازمها توجد كمية ساعة، توجدها كامل وتخدم. هاي هذه مهما تجي ماهيش مدورة بزاف، بسكي راهي رايحة تتحك في السيار. هذا هو السمك تاعها كيما راكم تشوفوا، تجي رقيقة. هنايا نأكد لكم كي طيبوا سخنوا الطاجين، حطوه متوسط، نشفوها فقط، ما تجيش فيها الحريق هذاك هكا. مع تنشف شويه من تحت دلوا النار، ومع تنشف قلبوها وبقاو دوروا فيها حتى تنشف كامل هكذا. هنا نقطعوها قطع صغيره. هذا هو الصيار اللي قلت لكم عليه. تلقاو كاين يعني الثقب تاعو عراض، كاين اللي رقاق هكذا. وتبداو تحكوا بالعقل، ولازم تكون يعني الشخشوخه تاعكم سخونه، ما تكونش بارده. راهي تعييكم كي تكون بارده، كي تبرد لكم زيدوا سخنوها وحكوها بهذا الشكل هكذا. حاولوا ترخفوا يديكم باش ما ديرلكمش هذاك الدقداق بزاف. هاني هنايا القرصه الثانيه هكذا. شوفوا هنايا بنتي بدات تتعلم، المهم جابتها شويه ما عليهاش. هاي تحك في السيار. اكد لكم تكون شوي سخونه باش تهبط لكم، سورتو الا كان عاد السميد يعجن. هنايا هاي كيفاه تهبط. بعد ما خلصنا كامل، شوفوا الشخشوخه تاعنا الله يبارك كيفاه جات. تبعوا فقط اخواتي الخطوات وان شاء الله تنجح معكم. ما تنسوناش وما تبخلوناش بلايك وتعليق وبارطاج للفيديو. واش نقولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع قناتي المتنوعة رحمة. سلام.